السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي مع اسماء فوضى. يلا النهارده انا عندي نص بانيه هنعمله كده، هنتبله ونحمره مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندي ببشر عليه بصلايه كبيره زي ما انتوا شايفين كده، بشر ناعم، بصلايه كبيره عشان تظبط التتبيله بتاعتي. وبروح نازله عليه بالتوابل اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده، ملح، بهارات، فلفل اسمر، ليمون، عشان ما يبقاش فيها اي زفاره ولا اي ريحه. يبقى بحط البصل الاول وبعدين عليه التوابل بتاعتي كلها، واقلبها كده تقليبه حلوه في بعض زي ما انتوا شايفين دلوقتي. ما ننساش طبعا ليمونه او ليمونتين زي ما انت حابه، بس هو انا عندي لو ليمونه كبيره ممكن اكتفي بليمونه كبيره، بس لو عندي ليمون وسط او صغير ممكن اعصر عليها 2، عشان عايزه اقضي على اي ريحه، اي زفره فيها، ما يبقاش فيها اي ريحه. بقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، بقلبها عشان التتبيله كلها تبقى فيها كلها من تحت كده لفوق زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بغطيها من حوالي 3-4 ساعات، وبرضو لو زاد عن 3 أو 4 ساعات يبقى برضو احسن، لو 6 ساعات يبقى تمام قوي. بروح جايبه بيضه كده في طبق، وهنا دقيقه على كاري، ما بدخلش فيها اي بقسماط عشان تبقى البانيه بتاعي يبقى طري كده وحلو. بروح دهناه الاول بالبيض، وبعد كده بروح منزلاه في الدقيق والكاري زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ده دقيق على كاري بس يا جماعه، مفيش بقسماط ولا اي حاجه، عشان بينشف البانيه، عشان البانيه بتاعي يطلع طري. يا ريت بقى لو بتشوفيني لاول مره يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا انا بحطه على نار متوسطه عشان ما يتحرقش مني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاجه خفيفه، شويه بطاطس جنبه، خيار، كاتشب، وبألف هنا وشفا. واشوفكم على خير.